شوف في حياتك اتعلم درس، كل شيء له بداية إلى نهاية. إذا فرحت لا تتعلق بفرحك، مثل ما بدأ راح ينتهي. وإذا حزنت لا تقول هاي هي الدنيا انتهت، لأن الحزن كما بدأ سينتهي يوم. شوف الألم ألمين، أكو ألم وقتي، هذا الألم الوقتي يمر مع الأيام، ويا الأيام تنساه، ممكن تتجاوزه، بس أكو ألم دائم. الله، أكو ألم ما يفارقك أبد أبد، وبعضنا متعرض إلى هذه الآلام. ألم يستمر وياك سنوات. نصيحة أقول لك، تعلم كيف تتعايش مع ألمك الدائم أفضل مما تتمرد. أشوف بعض الشباب ينتكس نفسيا، أشوف بعضهم يصير عنده اكتئاب حاد ويعتزل عن العالم، أشوف بعضهم قليل الإيمان يلجأ إلى الانتحار، يقول خلي أنهي حياتي بسبب الألم. لا، إذا تريد تطلع من هذا اللي أنت بيه، إذا تريد ترجع طبيعي، تعلم أن تتعايش مع الألم الذي لا ينتهي. خليه جزء من حياتك، خليه أنيسك، راح تقدر تعيش.